حول الإرهاب المرتكب بحق الكرد في جنديرس في ليلة عيد نيروز، عيد الانبعاث والمقاومة والسلام، وفي وقت الذي يحتفل فيه الشعب الكردستاني والشعوب الأخرى بهذا العيد، وفي الوقت الذي يتلقى الكرد فيه التبريكات من قبل الشعوب العالم الحر ورؤسائه والمئات من أصدقاء الشعب الكردي قوة وحركات وشخصيات وطنية سورية ديمقراطية. تستمر الفصائل المرتزقة بارتكاب جرائمها في عفرين المحتلة وناحية جنديرس الجريحة التي تكالب عليها تنظيمات الضلال واللصوصية، حيث أردوا 4 من سكان عفرين الكرد الأصلاء في جنديرس بينما يقوموا بإيقاد نيران نوروز العيد القومي للكرد. إننا في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي بيدي، وفي الوقت الذي نندد هذه الهجمات الإرهابية بأشد التعابير، فإننا نحمل النظام التركي وفصائل الإرهاب والارتزاق وما يسمى بالائتلاف بجميع مكوناتها المسؤولة عن الدم المسالي في جنديرس وعفرين، ونطالب بمحاسبة المجرمين وتقديمهم للعدالة. كما نطلب الأمم المتحدة والمجلس الأمن الدولي بإجبار تركيا الأردوغانية وإنهاء احتلالها لعفرين، سريكانية ورأس العين وغريس بيت الأبيض وجميع المناطق السورية التي قام باحتلالها، وفتح تحقيق دولي عن جرائم الحرب المرتكبة بحق شعبنا منذ البداية الأولى للأزمة وحتى اللحظة. نعاهد شعبنا وعموم مكونات الشعب السوري الأبي في يوم نوروز المبارك بأن تستمر نضالاتنا المشروعة حتى تحرير كل شبر من المناطق المحتلة. المجد للشهداء عفرين وكل شهداء الحرية، الخزي والعار للنظام التركي وفصائل المرتزقة. الحسكة 23 آذار 2023. المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي بيدي. شهيد نامرن، شهيد نامرن، شهيد نامرن، شهيد نامرن.